بعدين بقى في حاجة بايخة أوي مضايقاني. يعني في حاجة بايخة أوي بقت مضايقاني بصراحة. والموضوع ده بقاله كتير. يعني الموضوع ده بقاله كتير، بقاله سنين. موضوع المجاملة. يعني يعني موضوع المجاملة ده موضوع بايخ جدا. موضوع بايخ أوي. المجاملة. يعني كل واحد بيجي يجامل. أنا أعرف واحد بيجامل واحد، مثلا بيديله 200 جنيه، بيديله 300 جنيه، بيديله 500 جنيه، ماشي على حسابه. بيجامل على حسابه، هو حر، إن شاء الله يديله مليون جنيه. حر يجامل. لكن انت بتجامل على حساب شعب، وبتجامل على حساب المنتخب. حاجة غريبة جدا. يعني انت بتجامله وبتجامل الناس، وهو فرح. يعني هو فرح انت بتجامل فيه. بجد موضوع المجاملة ده بقى موضوع يستحق الدراسة بصراحة. يعني بقى هنا في مصر، بقى المنتخب كل شوية: انا جاي اجامل، انا جاي اجامل، انا جاي اجامل يا جماعة. ايه ده؟ وانت نازل فرح؟ انا مش فاهم يعني. هو فرح يا جماعة؟ يعني بجد بقى موضوع بايخ جدا. بقى موضوع بايخ. كل سنة منتخب المجاملة، منتخب مجاملة، منتخب هنا مجاملة، أولمبي مجاملة، شباب مجاملة، ناشئين مجاملة. يا جماعة والله الواحد زهق. يعني احنا زهقنا بصراحة. بقى مسلسل بايخ وخلاص بقى. يعني انتوا مش عارف انتوا عايزين مننا ايه، مش فاهم انا. يعني هي الكورة الحاجة الوحيدة اللي الشعب بيشوفها. ما بقاش في حاجة اصلا في البلد غير الكورة. يعني ما فيش حاجة في مصر غير الكورة أصلا، اللي هي الناس بتتفرج عليه. مبقاش في حاجة تانية أساسا يعني. مش فاهم انتوا، يعني انتوا ليه بتكرهونا في الكورة حتى؟ حاجة غريبة جدا بصراحة.